بيجي لنا افكار كتيره قوي بزنس وافكار بنتكلم فيها على القهوه. طيب ايه الافكار اللي منها تنفع وايه الافكار منها اللي ما تنفعش خالص؟ طيب هنعرف ازاي؟ هو ده اللي احنا هنشرحه النهارده. في 9 حاجات لو عندك في البيزنس، ال9 حاجات دول بيقولوا ان البيزنس ده هينجح، يعني هينجح. ولو واحده ناقصه انا احلف لك ان البيزنس ده مش هيكمل. طيب ايه هم؟ انا النهارده هشرحها لك من خلال شركه زي ابل بتعمل ايه، وبزنس طبيعي هنسميه البيزنس بتاع مدام سونيا جرهام. اوكي، والبيزنس بتاعك في النص هنابلاي عليه الحاجات دي كلها. طيب مدام سونيا بتشتغل ولا مؤاخذه شغله مش لذيذه، فاول حاجه بتعملها ايه؟ كاستمر سيجمنت. يعني ايه كاستمر سيجمنت؟ بتدور على العميل اللي هتتعامل معاه، زيها زي ابل مش لكل الناس، للناس اللي عاوزه لابتوب بتاع ديزايننج، عاوزه موبايل يتمنظر بيه، عاوز مش عارف ايه، ليه كاتيجوري معين. والاستاذه سونيا جرهام عندها نفس الموضوع. بتعمل ايه؟ اول حاجه كاستمر سيجمنت، انا عاوزه خليجي، انا عاوزه مش عارف ايه، انا عاوزه ايه. فهي بتفكر بالمنتاليتي ده، وانت لازم تفكر بالمنتاليتي ده. لو انا عندي منتج لازم اعرف انا بكلم مين. فدي اول حاجه. طيب تاني حاجه نبص عليها ايه؟ الفاليو بروبوزيشن. ايه الفاليو بروبوزيشن ده؟ القيمه اللي انا بديها للعميل بتاعي. يعني ايه؟ يعني مدام سونيا جرهام لازم هتخش على العميل رشه برفيوم، شكلها حلو، مش عارف ايه. ليه؟ لان اي حاجه هتديها له صراحه الفلوس اللي هيدفعها اغلى بكتير قوي من اللي هياخده. زيها زي ابل بتديك تليفون غالي جدا على ثمنه، فبصراحه بيديهولك ليه؟ عشان هو بيديك معاها الفاليو بروبوزيشن، ان انت بيحس ان انت انا نجم، انا جامد قوي، انا غني، انا معايا التفاحه. هو ده اللي هو بيديهولك كفاليو بروبوزيشن، زائد حاجات تانية طبعا، الفاليو بتاعت التليفون والكلام ده كله. انت في البيزنس بتاعك ما ينفعش تقول انا بيزنس لبس، لا، انت بتعمل تيشيرتات لمين، وايه الفاليو اللي بتديه؟ بتحسسك ايه؟ ناعمه فبتحسسك مش عارف ايه، رخيصه فهعرف ابيع منها كتير، شكلها حلو، ديزاين لوحده. لازم يبقى عندك فاليو بروبوزيشن. طيب تالت حاجه مدام سونيا جرهام بتبص عليها الشانلز. يعني ايه الشانلز؟ هجيب العميل بتاعي ازاي؟ هجيبه من الشارع ولا اونلاين ولا تندر ولا؟ لازم في طريقه اجيب بيها العميل. وابل بتعمل نفس الحاجه، يا اما عندها ستورز في الاماكن، وعندها في اسمه ايه ده، وعندها اونلاين بتبيع، وعندها غير المنتج اللي هو الموبايل ده، عندها لابتوبات وعندها ابس وعندها اشتراكات وعندها حاجات كتير قوي بتبيعها. طيب كويس قوي. يبقى احنا الشانلز بتاعتها هي بتجيب العميل من كل الشانلز دي عشان تقدر توفي اللي عليها. طيب وفي نفس الوقت انت البيزنس بتاعك لو انت بتبيع منتج، ما انا هبيع يا اما اونلاين يا اما عندي محل يا اما مش عارف ايه and so on. طيب بعد كده مدام سونيا جرهام بتبص على حاجه مهمه قوي، الريفينيو ستريمز. اوكي، لا، كاستمر ريليشن شيب. شفتوا انا كنت هغلط؟ اوكي معلش انا كاتب برضه. الكاستمر ريليشن شيب بتاعتها عامله ازاي؟ طياري، زبون طياري يعني مره وان تايم، ولا واحد فاتح ابونيه ده هيجي كل اسبوع وكده؟ ده بيفرق في البيزنس بتاعك. انا بتكلم يعني ابل مثلا، ابل بتبيع لك التليفون وان تايم، بس بتخليك تشترك مش عارف اي كلاود، وتخليك تشترك مش عارف ايه، وتخليك تشترك ايه. فهي بتعمل الاثنين. فهل انت البيزنس بتاعك بتاخد بتبيع عربيه فخلاص، لا، وعندك افتر سيل فهتكسب منه ومش عارف ايه، ولا انت بتبيع منتج وخلاص سلام عليكم وان تايم؟ ده لازم تقرروا تعرفوا عن البيزنس بتاعك، لانه هيفرق في البرودكت سايكل نفسها. طيب بعديها الريفينيو ستريمز، بكسب منين؟ طيب حلو قوي. مدام سونيا جرام بتكسب منين؟ مش بتكسب بس من الشغلانه الطبيعيه اللي احنا عارفينها كلنا، لا، هي بتكسب من حاجات تانية. بتكسب من ان هي عامله اونلي فانز على مثلا على تيك توك، بتكسب من ان هي بتروح ترقص في كباريه ولا بتاع، بتكسب. عندها مصادر دخل لازم كده برضو، وابل عندها مصادر دخل كتيره قوي. طيب وانت لازم في البيزنس بتاعك ما يبقاش عندك مصدر واحد، لازم يبقى عندك مصادر دخل، لازم تحددهم وتبقى عارفهم كويس قوي، وكل واحد بيمثل قد ايه نسبه من البيزنس بتاعك. طيب بعد كده الكي اكتيفيتيز. ايه الكي اكتيفيتيز دي يا جماعه؟ معلش انا اسف، سوري، انا قلت برضو كي ريسورسز. ايه يا جماعه الكي ريسورسز؟ ايه الريسورسز اللي انا محتاجها؟ يعني بالنسبه لابل، لا، هو محتاج ريسورسز معينه. هيبقى محتاج اسمه ايه ده، سيرفرات، هيبقى محتاج اسمه ايه ده، ماركتنج، هيبقى محتاج سيلز، هيبقى محتاج، عنده حاجات كتيره قوي بتتعمل. فدي الكي ريسورسز اللي هو معتمد عليها. يعني زي ايه مثلا؟ نقدر نقول سامسونج بالنسبه له كي ريسورس. ليه؟ لان هي بتعمل له الشاشات.
طيب الجوريلا جلاس اللي هو بيحطه على التليفونات، ما ده كي ريسورس، الشركه دي في نيجيريا وفتحت في نيجيريا من زمان قوي. اوكي، فده كي ريسورس معاه. مدام سونيا جرام برضو عندها كي ريسورسز. ايه الكي ريسورسز بتاعتها؟ البيمب بتاعها ولا مؤاخذه، مع صاحب الملهى الليلي، تيك توك نفسه واللايف والكلام ده كله، كل الحاجات دي كلها بالنسبه لها برضو ايه اسمه ايه ده الكي ريسورسز بتاعتها. بعد كده مدام سونيا عشان تحافظ على البيزنس بتاعها بتعمل حاجه اسمها كي اكتيفيتيز. يعني ايه كي اكتيفيتيز؟ اللي بعمله كل يوم. طيب هتعمل ايه؟ هتروح الجيم، هتاخد بالها من بشرتها، تاخد بالها من وشها، هتخش على لايف ساعه، اسمه ايه ده، هتحط صوره عشان تفضل بوستد في الكوميونتي، هتعمل كل الكلام ده. في نفس الوقت ابل بتعمل كل يوم ماركتنج، كل يوم ريسيرش اند ديفلوبمنت، كل يوم بتشوف فيتشرز جديده هتتعمل ازاي. فانت عندك كي اكتيفيتيز غير بقى طبعا الاوبريشن بتاعتك. يعني مثلا لو انت عندك مطعم، ما يعني قدمت اول وجبه يا فرحتي هنسقف برافو، بس مش هتقفل البيزنس، يعني هتروح تعيد، هتروح تنظف، وبعد كده تعمل وجبه جديده وتديها لحد تاني اند سو اون. فده الكي اكتيفيتيز بتاعتك، باخد توريدات من مش عارف مين، بعمل ايه. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها كي بارتنرز. يعني ايه كي بارتنرز؟ يعني من غيرهم ممكن اقفل. اي حد عنده كي بارتنرز، واحد من الكي بارتنرز بتوع ابل اللي هو جوريلا جلاس، لو الراجل ده ما بيبيعلوش او حاجه ليها، مثلا ده سامسونج مش هتديله شاشات او شيبساتس، مش هيعرف ياخدها من اسمه ايه ده تي اس ام سي وات ايفر الدنيا، ده اسمه كي بارتنر. عند مدام سونيا جراهام طبعا ايه الكي بارتنرز معروفين، الناس اللي ايه اللي هم بيشغلوها، في نفس الوقت ان هي ما تقدرش تشتغل من غيرهم. يعني ايه؟ يعني ما تقدرش تشتغل من غير موبايل، ده كي بارتنر معاها. لازم شبكه المحمول تبقى راضيه عنها وما تقطعلهاش الخط، لانها كده مش هتعرف تأدي شغلها. ده حاجه مهمه جدا، ده بارتنر معاها. فطول الوقت لازم يبقى معاها كريدت، طول الوقت يبقى التليفون مشحون طول الوقت، عشان ده هيأثر على البرودكت سايكل بتاعتها. بالنسبه لك انت لازم برضو هيبقى عندك كي بارتنرز ما بين ايه بقى؟ ما بين ان واحد بيورد لي ماتيريال معينه، فانا عاوز احافظ على الستاندرد ده في الاكل او في الصناعه او في اسمه ايه ده في اللبس، مش هتفرق بقى. اوكي، نفس الحاجه بتتكرر. بعد كده اخر حاجه الكوست ستراكشر. ايه الكوست ستراكشر ده؟ عشان اعمل ده انا محتاج قد ايه؟ طيب يعني ايه؟ يعني مدام سونيا جرهام بتعمل ايه؟ بتصرف على شعرها، كل اسبوع بتروح الجيم، وبتروح تعمل سبا، وتجيب برفيومز، وبتجيب لبس كتير، وبتجيب جزمه بكعب، وبتجيب مش عارف ايه، وبتغير التليفون، وبتعمل مش عارف ايه. دي اللي اسمه ايه ده الكوست ستراكشر بتاعك، ده اللي بتصرفه، قصاده بتدخل انكم في اخر الشهر. فلو الريفينيو اعلى من الكوست يبقى انت ناجح. طيب وبالنسبه ابل طبعا الكوست ستراكشر بتاعها مش هنتكلم فيه لانه مصانع وحاجات يعني كتير قوي. الكوست ستراكشر بتاعك بيتقسم لحاجتين: حاجات فيزيكال اللي هو ايه، انا هعمل مطبخ، عاوز مكنه، عاوز مش عارف ايه، عاوز ايه. اوكي، دي بتدفع وان تايم او متقسطه. وفي نفس الوقت عندك الجزء الثاني اللي هو الرنت واليوتيليتيز بقى، والتليفون والكهرباء والميه والضرايب اللي هو بيتصرف كل شهر. فانت المفروض البيزنس بتاعك يوصل لايه؟ لان الكوست ستراكشر يبقى اقل من الريفينيو ستريم. لو ده اللي طلع لك في الاخر كده كمعادله، ابتدي يا باشا اشتغل في المشروع بتاعك، وبارك الله فيما رزق، ان شاء الله هتنجح. يلا، السلام عليكم.